انتوا مين اللي جالكم ان الحكم اللي صدر على 10,000 اسير من اخواتنا اتوقف وخلاص مش هيتنفذ عليهم؟ ده انتوا لو قاصدين ان العالم كله يسكت على اللي هيحصل فيهم مش هتعملوا كده. للاسف الذباب الالكتروني اللي تابع للكيان خد خطوه وانتوا ساعدتوه فيه. وتعال اقولكم ازاي ده حصل، واقولكم على الاحداث الجديده وازاي ايران خلت رئيس اكبر دوله في العالم عيل قدام الكل. بس كالعاده وقبل ما نبدا يا ريت ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو ده علشان يوصل لأكبر عدد ممكن، واعمل متابعة لصفحتنا ده لو مش عامل علشان يوصلك كل جديد. واللي حصل ان بعد ما الكيان اكد انه هيعدم 10,000 اسير من اخواتنا او 11,000 فرحوا في القاعة وفرجوا خمرة على بعض وكانوا اخر انبساط. العالم كله انتفض واعترض على الحكم ده وقالوا لا ازاي ده يحصل، والدنيا كلها اتقلبت عليهم. علشان بعدها بساعات الكيان وبالتحديد الذباب الالكتروني التابع ليه يبدأ ينشر أخبار إن خلاص يا جماعة اهدوا مفيش حاجة والحكم اتجمد. أخبار مكتوبة منسوبة للكيان ملهاش أي مصدر بتقول إن الحكم على الأسرى اتجمد خلاص والكل يهدى ويطمن. ومن بعدها واحد بيعمل فيديوهات عادية على صفحته شاف الخبر فرح بيه طلع يطمن الناس اتكلم وقال إن الحكم اتجمد. طبعا رغم إن عدد المتابعين بسيط جدا بس انتوا أكيد هتعرفوا مين اللي مول الفيديو بتاعه ووصلوا للدرجة دي، لدرجة ان الفيديو البسيط اللي عمله على صفحته البسيطة عدى 14 مليون مشاهد. ومن بعدها بعض صناع المحتوى وفيهم اللي معروف من غير ما يتأكد من الخبر ردد نفس الكلام وطلع نفس الفيديو وجاب برضه نفس عدد المشاهدات او اقل بحاجه بسيطه. فخلاص كده الناس اللي زعلانه على الاسرى والنار جايده فيها ومش ساكته ومش عارفه تنام من الزعل عليهم سمعوا الاخبار اللي تريحهم وتفرحهم واطمنوا وسكتوا ومن وقتها ناموا. فانا جاي اقول لهم اصحوا يا جماعه، الخبر زي ما هو والحكم زي ما هو ما اتلغاش ولا اتجمد، هيبداوا التنفيذ فيه. يمكن الساعات اللي جايه يمكن بعد ايام احنا ما نعرفش، لكن الحكم لسه زي ما هو. علشان كده بنقول لكل اللي بيشوفني دلوقتي عايزين نوصل صوتهم، عايزين نعرف العالم كله اللي هيحصل فيهم. ونيجي لإيران والأحداث الجديدة اللي خلت رئيس أكبر دولة في العالم عيل قدام العالم كله. أيوة بالظبط زي ما سمعت كده، وهجيب لك آخر حاجة حصل. امبارح كان فيه هجوم صعب جدا على إيران، وإيران قدرت توقع 3 طيارات، سيارتين وطيارة حديثة F-35. إيران طبعا زاعت الخبر ترامب اتجنن. لا يا جماعة ما تصدقوش، ده لا يمكن يحصل، مش السلاح الأمريكي اللي يحصل فيه كده. ومن مين؟ من ايران اللي ما عندهاش دفاع جوي غير حاجه بسيطه. هم كل شويه يطلعوا يعلموا على سلاح حديث لينا بنتباهى به قدام العالم كله. ما هو كده خلاص ما حدش هياخد مننا اسلحه تاني، الطياره سليمه يا جماعه ما تصدقوش ايران. انا مش بقول لك كلام عادي، ده طلع في بيان رسمي بالفعل اكد كده. فايران طلعت وقالت لا احنا صادقين وهو اللي كذاب وهنثبت ده. وبالفعل نشرت فيديو لاحطام الطائرة. ترامب يسكت يطلع يكرر نفس الكلام ويقول ده ما حصلش وهم اللي كذابين. فايران تطلع وتأكد وتقول نسفنا الطيارة وادي الحطام اللي فاضل منها. مش بس كده، ده الطاقم اللي كان عليها مفقود وحاليا بندور عليه، اللي هو ضربنا احدث طيارة امريكية كان كل شوية يتباهوا بيها ويقولوا اللدرات مش هتجيبها. احنا بسلاحنا وبدفاعنا الجوي اللي هو محل الصنع وطورناه من كام يوم ضربنا الشبح بتاعهم اللي بيتباهوا به قدام العالم كله. وبنعلن عن جائزة كبرى لشعبنا الايراني لاي حد يعثر على الطاقم بتاع الطياره. ترامب طبعا اتكسف ما قدرش يرد عليهم بعد الكلام اللي هم قالوه والفيديوهات اللي نشروه. علشان بعدها القياده المركزيه الامريكيه تعلن بالفعل عن الفضيحه وان ايران بالفعل ضربت الطياره دي، وان العيل اللي قدامكم ده اللي هو رئيس اكبر دوله في العالم ده عيل يا جماعه ومحدش يصدق كلامه. طب حاليا امريكا بعد المشهد ده واقعه في مشكلتين، مشكله في سلاحها الحديث اللي بقى بيجي بحاجه عاديه جدا بعد ما كانت بتتباهى وبتقول مفيش اي رادار في العالم يقدر يجيب الطيران ده، والمشكله الثانيه المفقودين اللي كانوا في الطياره واللي في الاراضي الايرانيه واللي ايران عملت جائزه لاي حد يسلمه له. ومن هنا خدوا خطوه جنونيه، الطاقم غالي ومهم عندهم ولو تم اسرهم بالفعل هتبقى فضيحه كبرى قدام العالم كله. الخطوه اللي هم اخذوها دي بالفعل اكدت على حاجه مستحيل ان هي هتحصل. بعتوا 3 طيارات حربيه حديثه للاراضي الايرانيه وكانوا على مستوى بسيط جدا اللي هو خلاص قريبين من الارض، علشان اللادار طبعا يعني بيجيب لمستوى عالي او مستوى متوسط فما يشوفهمش، وفي نفس الوقت تنجح المهمه اللي هم جايين علشانها علشان يجيبوا المفقودين. وبالفعل خطتهم نجحت والدفاع الجوي الايراني محل الصنع ما جابش الطيارات دي لكن واجهوا كارثه، اللي هو انت خطتك نجحت او احنا سبناك بمزاجنا، قابل بقى الاصعب. واللي كان مستنيهم المدنيين وكبار القبائل والناس اللي هي من القبائل في ايران فتحت وابل من الرصاص عليهم. طبعا ده طيران على مستوى منخفض واحنا معانا اسلحه يدويه عاليه ومتوسطه ومنخفضه، فتحوا النار عليهم من كل حته، كل ما يروحوا مكان يلاقوا الضرب شغال فيهم
فما كان منهم الا انهم انسحبوا زي العيال الصغير. وده اللي بيأكد حاجة انا قلت لكم عليها، انه مستحيل يدخلوا ايران بري مهما عمل. اللي هو انت بتفكر تعمل انزال جوي، اذا كان اللي هينزلك احنا ضربناه وانسحب مني، فما بالك انت لو نزلت على الارض هيحصل فيك ايه؟ ده لو لحقت ونزلت الارض اصلا. اتقال ان الطاقم بتاع الطيارة تم اسره، واتقال ان هم عثروا على 1 أو 2 منهم معرفش، لكن مفيش اي اخبار اكيدة عنهم لحد دلوقتي. قبل ما اختم الفيديو، موضوع الاسرى يا جماعة زي ما هو والحكم عليهم زي ما هو، والله اعلم امتى هيتنفذ، لكن مفيش اي تجمد ولا في اي تغيير حصل فيه. علشان كده بقول مش عايزين نتخلى عنهم، الموضوع نام تماما بعد اللي حصل والكلام اللي اتقال الايام اللي فاتت. يعني سبحان الله، الهوجة حصلت في ساعة او 2 ونامت مرة واحدة كأنه موضوعه ما حصلش. وقلت لحضراتكم عن الطريقة اللي حصلت، لكن عايزين نوصل صوتهم وما نتخلاش عنه. كل اللي بيشوفني دلوقتي اعمل لايك للفيديو ده، اعمل مشاركة على قد ما تقدر، محدش ينساهم يا جماعة. بس كده، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.